أخوي توفى من 3 سنين، ترك زوجة و3 أولاد. في الوقت ده والدتي رفضت إنها تشارك في المعاش، مرضتش تقدم وقالت كفاية أوي يستفيد ولاده ومراته. دلوقتي أمي مصاريفها زادت ومحتاجة إن هي يزيد معاشها شوية، معاش والدي اللي هي بتاخده قليل. فأنا قدمت لها في المعاش بتاع أخويا عشان تشارك زوجته وأولاده في المعاش، وطلبت كمان حقها بأس الرجعي لأنها ما خدتش من 3 سنين، وهي كانت مفروض إنها مستفيدة من المعاش بس ما قدمتش، ولكني فوجئت إن طلبها اترفض. طبعا الأم من المستفيدين، كانت المفروض تقدم في الأول من ساعة وفاة ابنها. هي تنازلت عن الحق ده عشان ترجع تطلبه بأثر رجعي. ده ما ينفعش، لأن المال ساعتها في المدة دي اتوزع على الزوجة وعلى الأولاد النص بالنص، فمفيش حاجة في خزانة الدولة عشان تديها للأم بأثر رجعي. خلاص الفلوس طلعت، ولا هم هياخدوا منهم؟ طبعا مش هينفع، فالأثر الرجعي دوت مش هينفع. الحاجة التانية، هي ليه طلبها اترفض أصلا؟ لأن من شروط إن الأم تاخد إن معاش الابن يكون أكبر من معاشها، لكن لو مساوي أو أصغر ما تاخدش. يعني مثلا لو هي بتاخد من معاش والدك 2000 جنيه، واللي هتاخده من نصيبها اللي هو السدس من معاش ابنها ده هيبقى 2000 أو 1500. لا 2000 ما تاخدش، 1500 ما تاخدش. لكن لو لها نصيب 2500 في معاش ابنها هتزيد انه 500 جنيه. لكن طالما الطلب اترفض يبقى هي معاشها من ابوك اكبر من نصيبها من معاش ابنها اللي هو اخوك.